السلام عليكم دراري، في فيديو جديد. مور مساله لي ماتش كاملين ديال الدور الاول ديال كاس افريقيا. غادي نشوفوا ولا غادي نديروا واحد الخلاصه ديال الاحداث اللي وقعوا ملي بدات التورنوا هذه حتى لدابا. غادي ندويو على الاصابات اللي وقعوا في المنتخب الوطني المغربي. غادي نشوفوا التصريحات اللي دار الكراكي غير قبيلات. غادي نحاول اني نوصل لكم التصريحات كاملين وندويو شويه في شنو قال. غادي نشوفوا النتائج ديال المباريات ديال الدور الاول. غادي نشوفوا شكون المنتخبات اللي بانوا لنا انهم مرشحين باش يديو هذا الكاس غير من الماتش الاول. نشوفوا ايضا لي ماتش اللي غادي يلعبوا في الدور الثاني. غادي نشوفوا يعني كاين بزاف ديال لي ماتش اللي هما قاصحين واللي كبارين واللي غادي تكون فيهم كره زوينه. غادي ندويو فيهم ونحاولوا اننا نعطيو التوقعات ديالنا في هاد لي ماتش هادو كاملين. ولكن قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا غادي يبان لك واحد الانستغرام يا اما هنايا يا اما المهم في شي بلاصه هنايا. حاول تخلي عندي تما تابونا عندي. الا بان لك شي فيديو اللي باغي ولا اللي باغي اننا ندويو فيه هنايا في القناه ديالنا، حاول انك تصيفطوا لي تما. غادي الا كان واحد الفيديو اللي هو كيستاهل اننا ندويو فيه غادي نحاول انني ولا غادي ندوزو معايا في هادشي اللي كاين وهكا باش تكبر الكوميونيتي ديالنا. ومور هادشي نحاول اني ندير شي ديسكورد ولا شي لعيبه، حيت هاد القناه ماشي غير ديال كره ولكن غادي ندويو فيها في كل شيء ونقدروا كاع نقلبوها جيمز مره. ولكن المهم هي غادي ندوزو وقيته زوينه مع بعضياتنا. هادشي اللي كاين. ودابا نبداو الفيديو ديالنا. المهم اول حاجه غادي نبداو بها دابا هي الاصابات اللي كاينين في المنتخب الوطني المغربي. مور ما ربحنا جزر القمر ب2-0 في الماتش اللي فات. دابا غادي ندويو على الاصابات اللي كاينين بزاف ديال الاصابات في المنتخب. كاينين شي لعابه اللي جاو اصلا من الفراقي غادي نحاولوا اننا ما ندويوش على المنتخب ولا داك المستوى اللي بان فيه في جزر القمر. غنخليو داكشي الفيديو واحد اخر. دابا غادي ندويو غير على الاصابات حيت ماشي شي حاجه مزيانه ندويو دابا في داك المستوى اللي بان فيه المنتخب ونخرجوا ونبداو نهرسوا ونبداو ندويو هنا وندويو هنا. ماشي شي حاجه اللي هي مزيانه. غنخليو داك الهضره حتى نشوف شنو غادي يوقع في لي ماتش الجايين. دابا غادي ندويو على الاصابات. اول حاجه مسينا مفروع يعني مصاب، جا من الفرقه ديالو مصاب. سايس حتى هو مصاب، تفرح في الماتش اللي فات مع جزر القمر وغادي يغيب على الماتش الجاي. اقرد اللي شي وحدين اللي مقربين من المنتخب الوطني كيقولوا باللي راه مفروع، ولكن قبيله تخرج الناخب الوطني ولا الكراكي خرج وقال باللي هو راه ما مفروعش وباللي هادشي راهم غير شي اشاعات. امرابط عنده ضربه اللي هي خايبه ومحال واش غادي يبدا الماتش الجاي. محال اصلا راه كان فروع قبل من الماتش اللي فات، كان فروع ديال بصح يعني كانت عنده واحد الضربه اللي هي خايبه واخا هكاك بدا به. ايكامان خلاص راه مفروع شحال هادي وما شاركش في الماتش اللي فات. يقدر يرجع حتى للدومي فينال ولا مور الدومي فينال. وناحي عنده واحد الضربه اللي هي خفيفه وغادي يشارك يعني غادي يشارك في الماتش الجاي عادي. يعني غادي يكونوا عندنا واحد جوج ديال التغييرات بين الماتش اللي فات ودابا. جوج ديال التغييرات اللي كانوا في الماتش اللي فات اساسيين في هذا الماتش هذا غادي يكونوا غايبين اللي هما سايس وامرابط اللي بجوج بهم غادي يكونوا غايبين على حساب على حساب الاخبار اللي خارجين من المحيط ديال المنتخب. بالنسبه لاقرد راه بزاف كيقولوا باللي راه مفروع، ولكن يعني ما مأكدش الغياب ديالو واش غادي يغيب على الماتش الجاي ولا غادي يكون حاضر. اصلا الكراكي فيها الفعايل هادو واخا كيكون شي واحد مفروع راه كيدخلو يلعب. يعني كيكون سايق فيه راه كيدخلو يلعب. يعني يقدر حتى الماتش الجاي واخا يكون شي واحد من هادو مفروع راه غادي يدخلو يعني يقدر غرض. حنا المهم عندنا هو الماتش الجاي نربحو، هذا هو المهم عندنا. يدخل حتى الكراكي يلعب حنا ما عندناش المشكل، المهم هو نربحو. دابا غادي ندويو على التصريحات ديال الكراكي. اول حاجه دوا فيها اللي هي الجمهور، وكرأي ديالي اللي خاصني نعطيه في هذا الموضوع هذا. ما غادي تنتظر حتى شي حاجه من هذا الجمهور هذا حيت انت اللي استقبلتيه وانت اللي دخلتيه بيديك للتيران وانت اللي جبتيه باش يشجعك. حيت فاش كانوا كيتعطاو لي زانفيتاسيون قبل من الكان كانوا كيتعطاو غير المؤثرين قبل من الكان ولا في هذا الكندانيز في الافتتاح ولا في الافتتاح ديال التيران عيطت غير المؤثرين. انت كنتي براسك كنتي كتقول للعائلات اجيو راه حنا باغيين نكون في التيران. يعني هذا الجمهور هذا ديال العائلات وديال المؤثرين راك ما غادي تسنى منه حتى شي حاجه. راك ما غاديش تسنى منه انك غادي تدخل في وسط التيران وغادي تسمع داك الغوات موراك ديال اي اكسيون. يعني غادي ينوض معاك غادي يقول لك سير، فهمتي، غادي يشجعك باش انك تعطي الماكسيموم ديالك. هادشي راك ما غاديش تسنى من هذا الجمهور هذا. الجمهور هذا كيدخل كيتفرج كيفرح ما مسوخش كاع بحال اللي جاي للسينما ولا جاي للمسرح.
كيتفرج كيخرج بحالو، ما كيبقى فيه لا حال ربح ولا ما تربحش. حاجه واحده اخرى، داك المؤثر اللي انت معيط له راه غادي يدخل، راه ماهوش يحط الكاميرا من يديه، وداك الشيء راه من حقه، حيت داك الكاميرا راه هي اللي كتوكلو طريف ديال الخبز. يعني ماهوش طلب منه انت غادي تجيبو للتيران وغادي تقول له حط داك الكاميرا وشجعني انا، حيت داك الكاميرا راه هي باش كيدخل فلوس، هي باش خدام. يعني هادشي راه ما كاينش. كون بغيتي واحد الجمهور اللي يدخل غادي يشجعك، كون بغيتي دي فيراجيست اللي هما فري دي فيراجيست غادي تلقاهم في التيران، داك اللعبه ديال غادي تكون ماشي تلعب غير التوش، اللعب ديالك ماشي يلعب التوش، كتشوف هكا جهه التريبيل ولا جهه البولوز، كتلقى واحد اللي العروقه ديالو خارجين معاك، كنتي غادي تدير واحد، يعني كنتي غادي دير واحد البروغرام اللي هو يعني مختلف على هذا، كنتي غادي تعطي واحد التسهيلات لذاك الجمهور باش يجي للتيران حتى هو يشجع. ولكن انت عطيتي الاولويه على الجمهور ديال العائلات والجمهور ديال المؤثرين على الجمهور ديال لي فيراجيست، وما استقبلتيش في التيران. يعني هذا الاختيار ديالك، ما خاصك تلوم فيه حتى شي واحد من غير الا داك الجمهور. يعني ما عرفتش وقعت شي معجزه هاد الليله، حيت غدا الماتش، الا وقعت شي معجزه هاد الليله ما عرفتش، ناس وفاق الله غد ليه وحس براسو راه خصو يدخل التيران، ما خصوش يبقى مؤدب. ما كندويش مؤدب على زعما ما خصو يدخل يبدا يسب ولا فهمتي، يبقى يتعاير ولا يقول شي لعبه بحال ماشي هي هذيك، ولا المهم يدير شي حوايج اللي ماشي هما هادوك. ولكن كندوي على الاداب ديال بنادم داخل التيران، راه خاصو يدخل يشجع ديال بصح، خاصو يدخل يشجع، خاصو ما يقلش، خاصو يغوت، خاصو داك الفرقه اللي لعبه ضدك فاش غادي تشوف جهه هكا جهه التريبيل ولا جهه البولوس، غتشوف واحد اللي هو فهمتي راه صار شي واحد اللي راه ما قراش هو يكون داخل في التيران وتا هو يدخل يلعب. بالنسبه لتصريحات واحد اخر الاخرين ديال الركراكي دوا على الماتش الجاي اللي غادي يكون مع مالي، غادي نخليو هذا الشيء حتى البلاتي نكونوا كندويو على لي ماتش ديال الدور الثاني ودويو فيه. دوا على بودلال واللي قال باللي ما غاديش يكون في الماتش الجاي ولا حتى الماتش اللي موراه، ماشي الماتش اللي موراه، المهم الادوار الاقصائيه ما غاديش يكون، حيتاش ما غاديش يبغي انه يحرقوا، حيتاش مازال صغير، حيتاش خصو يبقى ماشي بشويه وكيدخل في المجموعه وكيدخل في الجو ديال المنافسه. هادشي تقريبا فاش دوا ركراكي في داك نسيت واحد الحاجه اللي قالها، وهذه اللي غادي تكون صدمه لكم كاملين. الركراكي دوا وقال بلي هذا الكاس هذا هو اصعب كاس افريقيا اللي كاينه في التاريخ، هذا هو اصعب كاس، وقال باللي راه صعيب باش دي هذا الكاس، قالها فمو هكا. ما عرفتش واش الركراكي كيوجهنا لشي صدمه جايه انا في الطريق، ما عرفتش. المهم هاد التصريحات ديالو شنو باغي يوصلنا به، ولكن هذا الشيء اللي قال وراه عنده الحق، حيتاش انت جايب الفراقي كاملين. ما ندويش على الماتش اللي فات، ما غاديش ندوي كاع على المنتخب، انت جايب الفراقي كاملين، موجد لهم لي زوطيل، موجد لهم تيرانات اللي هما زربيه، التيرانات عرفتي والشا كطيح الشا ديال بصح، والتيران زربيه، لعب كرات مزيانين، ماكله مزيانه، الجو زوين، واخا الشا جو زوين ديال الكور، ما راه غادي تسنى منه ما غادي تبانوا لك كيخلع، هادشي اللي غادي تسنى منه. دابا غادي ندوزو باش ندويو على المباريات ديال الدور الاول ولا ماتش كاملين ديال الدور الاول. ما كاين حتى شي مفاجآت، الفراقي اللي مرشحين باش يربحوا كاملين ربحوا، الفراقي اللي مزيانين كاملين ربحوا، يعني ما كاين حتى شي مفاجاه. المغرب ضربات جزر القمر ب2-0، جنوب افريقيا ضربات انغولا ب2-1، مصر ربحات ب2-1، الكونغو ضربات ب1-0، السنغال ب3-0، نيجيريا ب2-1، تونس ب3-1، كرواتيا 1-0، الجزائر 3، كوت ديفوار ب1-0، والكاميرون ب1-0. فراقي كاملين لعبوا اللي مرشحين راهم كاملين ربحوا، يعني ما كاين حتى شي مفاجاه. كيف ما قلت لكم هادشي اللي كتسنى فاش كتكون موفر الفراقي ديال افريقيا ولا المنتخبات ديال افريقيا، واحد الجو اللي زوين وواحد الاجواء وواحد التنظيم اللي هو في المستوى، راه هادشي اللي كتنصدر منهم انهم غادي يلعبوا كره. وراه كاين يعني ما يدار في افريقيا، والمنتخبات اللي كاينين في افريقيا راهم مزيانين. الا سولتيني على شكون المرشح، ولا ما نقولوش مرشح واحد ولكن نديروا 4 ديال المرشحين اللي نقدروا اننا نعطيهم باش يديو الكاس من هذه المباريات ديال الدور الاول، غادي نقول لك اول حاجه السنغال هو المرشح رقم 1. ما نحاولوا ما نديروش المرشح يعني بالترتيب، ولكن غادي نعطيكم 4 ديال المنتخبات.
اللي ما غاش نديروهم بالترتيب، ولكن المهم غادي نقول لكم اربعه ديال المنتخبات اللي غادي يكونوا مرشحين باش يديو هذا الكاس. اول حاجه عندنا السنغال، منتخب اللي كيخلع، منتخب اللي واعر في الخطوطه ديالو بثلاثه ديفونس في الوسط في القدام في الهجوم، عنده يعني متكامل واحد المنتخب. هذا هو المنتخب الاول. المغرب ما غاديش ندوي على المغرب، راه ما غاديش ندوي على المغرب. المغرب حتى هو المرشح الثاني لهذا الكاس هذا. بالنسبه للمرشح الثالث جنوب افريقيا. جنوب افريقيا حتى هما واحد المنتخب عندهم واحد ستيل جو اللي هو بوحدو، ما غادي تشوف حتى شي فرقه واحده اخرى كتلعب بحال جنوب افريقيا في هذا الكاس هذا. عندهم وعرفتي واخا يحيدوا التونيات يلعبوا هكا بلا تونيات، ولا يلبسوا تونيات بويض، فاش تشوفهم كيلعبوا غادي يبانوا لك بلي جنوب افريقيا حتىش كيلعبوا كره بوحده، كيلعبوا بالستيل جو اللي بوحدو، يعني كيبانوا لك بلي راه هما اللي لاعبين. المنتخب الرابع اللي غادي نقدروا نرشحوا الصراحه الكوت ديفوار ولا الكاميرون، ما بانوليش بزايد، حتى الجزائر ما بانتليش بزايد، ولكن غادي نرشح الكونغو الديمقراطيه، حتى هي عندها فريقه اللي زوينه، فريقه اللي واعره. وهادشي راه ماشيش غير في هاد الدوره هادي، ولكن راه من الكاس اللي فات في ديال الكوت ديفوار كنا طحنا معاهم في المجموعه وكانوا يعذبونا ديال بصح. فاش ناض واحد من اللعابه ديالهم نسيت سميتو، ناض كيدابز مع الركراكي داك المنتخب، ما عرفتش واش كنا تعادلنا معاهم ولا كنا ربحناهم، ما عقلتش بالضبط. ولكن المهم عندهم فريقه اللي هي واعره، فريقه كيلعبوا الكره، فريقه زوينه. هادو هما المرشحين عندي بربعه، انا ما مرشحهمش بالاول والثاني والثالث والرابع، ولكن واحد من هاد الربعه هادو غادي يكونوا في الفينال، ولا غادي يكونوا بربعه بهم في الدومي فينال. نقدروا نقولوا يكونوا بربعه بهم في الدومي فينال الا ما جاوش مع بعضياتهم قبل. غادي نقولوا باللي اربعه بهم غادي يكونوا في الدومي فينال، الا جاوا مع بعضياتهم وحده ضد وحده راه غادي تخرج وحده وغادي تدوز وحده اخرى. هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي نشوفوا المور ما شفنا يعني مرشحين حقا راه داير واحد الفيديو بشحال هادي قبل ما تبدا كاس افريقيا ديال المرشح الاول، يعني درنا واحد المهم درنا واحد التصفيات راسنا، يعني توقعنا النتائج ديال المجموعات، توقعنا النتائج ديال الثمن، وتوقعنا حتى النتائج ديال الربع والدومي فينال، وتوقعنا حتى شكون اللي غادي يدير الفينال في الاخر. ولكن ما بغيتش نلوحو باش ما نكونش غير كندويه في الخوا، قلت تنشوفوا هاد المجموعات هادو، تنشوفوا المستوى اللي غادي يبانوا به الفرق كاملين، وعاد نديروا مور هاد المجموعات واحد واحد التوقعات اللي يكونوا مزيانين، وندويو شي حاجه لوجيك باش ما نبانش غير كندوي باش ندوي. دابا غادي ندوزو المباريات اللي كاينين في الدور الثاني، وغادي نشوفوا احسن المباريات اللي كاينين. ماشي نهضروا على المباريات كاملين، ولكن غادي نشوفوا شكون احسن المباريات اللي غادي يكونوا الصراحه شي بزاف ديال المباريات اللي زوينين، ولا بزاف ديال لي ماتش اللي زوينين واللي فيهم قيمه. بالنسبه لهذا الدور الثاني تقريبا هاد لي ماتش كاملين اللي غادي نقول لكم اللي ربح فيهم غادي يكون ضمن يكون في المركز الاول في المجموعه ديالو. عندنا الماتش الاول مصر مع جنوب افريقيا. مصر مع جنوب افريقيا هو الماتش الاول اللي غادي يكون قمه في هذا الدور هذا. كاين ماتش قبل منه ديال انغولا وزيمبابوي غادي يكون هو الماتش الاول ديال الدور الثاني، وكاين الماتش موراه ديال مصر وجنوب افريقيا مع 4 نهار الجمعه. هذا الماتش غادي يكون زوين. مصر مع داك المدرب ما عرفت سميتو واش حسام حسن، المهم حسن، المهم السميه ديالو حسن، ما عرفتش الكنيه ديالو ولا السميه ديالو الثانيه. المهم مصر مع جنوب افريقيا غادي يكون واحد الماتش اللي هو زوين، غادي يكون ماتش فيه كره. مصر تفرجت لها في الماتش الاول بانت لي شي شويه المهم ما بيناش مزيان، ما عرفتش واش حيتاش الماتش الاول كانت خاسره مع الموزمبيق مع زيمبابوي، كانت خاسره بواحد في الميطه الاولى، ورجعوا عليهم في الميطه الثانيه ب2-1. بانت لي مازال ما قافتينش النيفو ديالهم، واخا عندهم بزاف ديال النجوم بحال محمد صلاح، بحال مرموش، بحال داك زيزو، يعني داك تريزيغي عنده بزاف ديال النجوم، ولكن مازال ما قافتينش النيفو ديالهم.
مازال تلفالهم. جنوب افريقيا قلت لكم قبائل عندهم ستيل جو ديالهم بوحدهم، يعني كيلعبوا واحد الكره اللي هي زوينه واللي كتمتع وانت كتفرج فيهم. دقه دقه برازيل ديال افريقيا، جنوب افريقيا. المهم بالنسبه لهذا الماتش هذا نعطيو التوقعات ديالنا بالنسبه لهاد جنوب افريقيا ومصر. كنقول باللي جنوب افريقيا تربح في هذا الماتش هذا مصر ب2-1 ولا ب1-0، تقدر حتى 2-0. المهم فهاد السكور هذا، المهم جنوب افريقيا غادي تربح مصر في هذا الماتش هذا. الماتش الثاني اللي كاين في الدور اللي زويون اللي كاين في الدور الثاني هو ديال المغرب ومالي. منتخب ديالنا مع مالي وقبيلات فاش دوار الكراكي الندوه الصحفيه ديالو قال باللي الماتش مع مالي غادي يكون مختلف مع لا الماتش مع جزر القمر، حيتاش مالي كتلعب واحد الكره ما كتبقاش مباركيه الطوبيس اللور، كتخرج تلعب الكره، كتبغي تهجم، كتبغي توصل للكور ولا كتبغي حتى هي تماركي. يعني غادي نلقاو واحد ليسباس ولا غادي نلقاو المساحات في الظهر ديال المدافعين باش كيلعبوا بواحد البلوك اللي هو شي شويه طالع. يعني غادي نلقاو واحد شويه د المساحات اللي نقدروا اننا نستغلوهم ونلعبوا لعبنا اللي موالفين كنلعبوا اللي كنرتاحوا فيه. يعني ما غاديش يكون واحد الماتش اللي هو مشدود ومزموط بحال ديال جزر القمر. المغرب خاصه تلعب الكره، تلعب لعبها صافي، اللي خاصو يدخل ما غاديش ندوي على منتخب صافي. المهم بالنسبه لهذا الماتش هذا ديال المغرب ومالي، المغرب غادي تربح مالي الا خرجت تلعب معها كره غادي تعطيها 3-0 4-0. تقدر مالي كاع تماركي واحد ديالها، تماركي داك 3-1 4-1 الا خرجت تلعب الكره. الا رجعت للور وشدات علينا، الا رجعت للور وشدات علينا غادي نربحوه بواحد 1-0 2-0. المهم هذا الماتش هذا ما كنظنش اننا غادي نخسروه، غادي نربحوا هذا الماتش هذا وغادي نلعبوه حنا مرتاحين ان شاء الله. بالنسبه للماتش اللي كاين هو ديال نهار السبت هذا مع الربعه ديال السنغال والكونغو الديمقراطيه، ماتش اللي هو زويون، ماتش واعر. الكونغو الديمقراطيه غادي ترجع ديفونسي غادي تلعب على الكونتر اتاك. السنغال كما قلت لكم قبيلات مكتمله، يعني عندها فرقه اللي كتخلع، غادي تدخل باش انها تقلب تضرب الكونغو غادي ترجع ديفونسي وغادي تقرب على الكونتر اتاك. هذا الماتش هذا 1-0 1-1 يعني تعادل ولا 1-0 السنغال ما غاديش يفوت هذا الماتش هذا السكور هادي. غادي يكون ماتش زوين، المهم غادي تكون فيه فرجه. بالنسبه لنيجيريا وتونس صراحه هذا الماتش هذا بغيت ندخلو زعما نقول حتى هو ماتش كبير، ولكن كتبان لي بلي نيجيريا غادي تربح تونس، ماليش تربحها بواحد السكور اللي هو كبير، حيت تونس فاش غادي تلعب مع حيت اصلا مع الفرقه اللي لعبت معها البارح لعبت يمكن مع اوغندا ضعيفه بزايد، ضعيفه بزاف. واخا هكاك راه تونس راه بحال اللي تقول ما تعذبات معها، فهمتي، كتشوف باللي اللعب مخربق. ويقدر يكون عاوتاني اول ماتش يكونوا مازال ما دخلوش في المنافسه، مازال ما دخلوش في التورنو. المهم هذا الماتش هذا غادي تربح فيه نيجيريا، غتربح فيه نيجيريا بواحد المهم غادي تربح نيجيريا ما عرفتش السكور بالضبط، ولكن نيجيريا غادي تربح تونس. الماتش اللي موراه اللي هو ديال الجزائر وبوركينا فاسو. الجزائر اللي قبطات يمكن الموزمبيق، لا قبطات الجزائر السودان بحمراء من 20 دقيقه الاولى. قبطات الجزائر قبطات السودان عطات لاس الخضيه لاصا 3-0. بوركينا فاسو كديفونسي مزيان، غنشوف واحد الماتش اللي هو مشدود. الجزائر مازال داك بونجاح الناف ديالها مازال ما لقاش الطريق للشبكه، ولكن غادي يكون الماتش اللي هو زويون. الجزائر وبوركينا فاسو التوقع ديالي لهذا الماتش غادي يكون تعادل، غادي يتعادلوا في هذا الماتش هذا. اخر ماتش اللي هو ديال الكوت ديفوار والكاميرون. بالنسبه لهذا الماتش هذا غادي يكون ماتش اللي هو تا هو زويون. الكاميرون البارح مع الغابون، صراحه الغابون البارح بان فيها العجب. الغابون دخلت لعبات الكره، قبطات الكاميرون في داك الدوزيام ميط قراتها كره ديال بصح ما وصلت لاش كاع الجول ديال الكاميرون. كان غير داك مبومو ديال المانشستر هو اللي شي مرات بوحدو لعب القدام
كلشي راجع للور. كان شي مرات اللي كيطلع كيضغط على الديفونس ديال الكابون كيدي لهم كره فاش كديكاجا من الديفونس ديال الكاميرون، كان كيطلع بوحدو سريع شي شويه كيدي لهم كواري القدام صافي وكيديهم ما كيدير حتى شي فرق. تدخل داك النف ديالهم ما عرفت السميه ديالو. تدخل داك النف ديالهم. يلا دخل جوج ديال لي بالاريتي. الاولى ضربه براسو، ضربات في اللاعب ديال الكابون وضربات في البوطو خرجات. والثانيه الكورنير ضربه براسو داز حدا الدوزيام بوطو وخرجات. هادو هما جوج ديال المحاولات اللي كانوا في الدوزيام ميطاد الكاميرون على الكابون. باقي له غير واحد اللعاب ديال الكابون راه ضيع شي 3 ديال المحاولات بوحدو، ضيع 3 ديال المحاولات بعدا وحده راسو راس الجول ما عرفش دريبلا واحد دار له عمره بخاويه ومشى زيد قدامه طاح. وموراها جاو شي جوج ديال الفرص واحد اخرين اللي لونيت وضيعوهم. هادشي اللي كان. الكوت ديفوار لعبت يمكن مع الكوت ديفوار لعبت مع الموزمبيق خرجوا 1-0. ضيعوا شي 5 ديال الفرص على البديه، يعني على البديه ضيعوا لهم 5 ديال الفرص. الكوت ديفوار ما بغاش تدخل لهم كره للجول، واخا هكا بقاو لاعبين شدوا عليهم داك الموزمبيق مزيان، ولكن وصلوا لهم. هذا الماتش هذا بالنسبه ليا كتوقع كاميرون غادي ترجع للور، كوت ديفوار غادي تدخل باش تهاجم. كوت ديفوار غادي يربح في هذا الماتش هذا بواحد السكور ديال حتى هو 1-0 2-0، يعني ما غاديش يفوت هذا السكور هذا. وهادشي اللي كاين بالنسبه لهاد المباريات. غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. حاجه وحده اللي غادي ندوي فيها هي بالنسبه للتنظيم اللي هو واعر. يحاول بنادم ان يحيد داك اللعبه ديال ينتقد غير باش ينتقد. يعني تورنوا منظمه في بلادنا، التورنوا راه واعره. انا بعدا راني من المحبين ديال الانتقاد، يعني كون كانت شي لعبه اللي ماشي هي ديك راني الاول غادي تلقاني خارج كندوي فيها. كون كان شي حاجه في التنظيم اللي ماشي هي هذيك غادي تلقاني كندوي فيها. ولكن هذا الصراحه المغرب داير واحد الخدمه اللي هي واعره ديال بصح. كنحس به بحال شي بلد اللي كينظم شي بحال اللي راه مدوش شي فرد كلشي داير عليه. كلشي كيتسنى غير فين يغلط، كلشي كيتسنى صافي. ملي ما لقاوش شي اغلاط ولا شي لعيبات ناض بنادم بدا كيالف. بحال جوج ديال الصحفيين دابا اللي حركوا عليهم ردوهم وحيدوا لهم داك الاعتماد ديال صحافه الكاف، واحد تونسي يمكن وواحد جزائري، بجوج بهم ردوهم للبلاد ديالهم ما خلاوهمش انهم يكملوا يعني المتابعه ديالهم ديال هاد التورنوا هادي. يعني بنادم ما كاين لا شي يعني يهضر في شي حاجه اللي ولا ان يشوف شي حاجه بحال دابا هكا في التيران ينوض يبدا يصور فيها ويبارطاجيها. يعني راك ما عارفش داك البارطاج ديالك داك الشيء فين غادي يوصل. يعني بنادم يحاول مع هذا الشيء. تنظيم مزيان، التيرانات مزيانين، البوليس مزيان، الاستقبال مزيان، كلشي مزيان. حاجه وحده اللي خصها دابا تصلح هو المستوى ديال المنتخب خاصو ضروري يراجع راسو في هاد لي ماتشات الجايين، حيت الشابعين نقولوا مثلا الا ربحنا مالي راه حنا غادي ندوزو للوالا، يعني 100% راه حنا دايزين حنا للوالا. ولكن موراها داك الثمن النهائي غادي تلاقى من واحد من الثالثات، موراها في الربع راه غادي طيح غادي تدخل للمسكي. ديك الساعه خاصك تبين لنا شنو عندك. يعني يحاول ما امكن زعما الرجال واخا ما غاش يشوف هذا الفيديو هذا، ولكن المهم يحاول ما امكن انه دابا يبدا يصلح الى قام يصلح، يدخل اللعابه اللي كيستاهلوا انهم يلعبوا، يخلي بنادم يلعب لعبه، يرجع يشوف الاغلاط اللي كيدير، الاغلاط اللي كيدير في المباريات اللي قبل، يحاول انه يصلحوا باش يمشيو مزيان. وحنا رحنا معاه وباغيين يدات الكاس هذا، ورحنا ما كنتخيلوش انا بعدا ما كنتخيلش ما كطيحليش الشيء في بالي انه يدخل ولا لقى في الاخر في الفينال شي واحد هاز الكاس من غير المغرب. وهادشي اللي كاين. ما تنساوش تدخلوا لعندي الانستغرام كما قلت لكم راه في شي بلاصه هنايا، ما تديوش على هادو راهم طايحين. المهم دخلوا لعندي الانستغرام، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله نشوف.